كان رجل عنده خادم، هذا اسمه هزال، عنده خادم، الخادم هذا زنى، فقال له هذا هزال روح إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعترف واسأله يستغفر لك. فجاء الرجل فأكد على النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزنا ليقيم عليه الحد. فلما جاء هزال قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مهمة لابد أن نحن نفكر فيها. قال له يا هزال كان خير لك لو أنك سترته بثوبك. شفت هذا اللي شفته أنت وهو يزني، لو جبته غطيته بالستارة، غطيته بشالك بالرداء تبعك، كان أفضل من أنك تخليه يجي ويفتضح عندنا وعند الناس. كل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الستر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. إذا تحتاج أن ربنا يستر عليك، يستر عيوبك في الدنيا ويسترها في الآخرة يوم الفضايح، استر الناس، استر المسلمين، غض طرفك. بعدين هذه ترى صفة، هذه صفة في الإنسان، بعض الناس يتعود عليها وبعض الناس يتعود على ضدها. تلاقيه يحب يتبع العثرات، حتى لما يتكلم مع أحد كل ما يخطئ في الكلام يضحك عليه، يشوف أي غلط في أي شيء، في الثوب، في الحركة، في الفعل، فيتطور. هذا مثل المرض اللي يبدأ صغير وبعدين يكبر مع الإنسان. فأحسن نقطع هذا من الأول ومن البداية، ونعود أنفسنا أننا نستر الناس حتى يسترنا الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم لو فتحنا مثلا في الإنترنت وشفنا كم عدد الإعادات وكم مرة فيها شير ومرة كم فيها نشر للمقاطع التي فيها كلمة فضيحة، فيها كلمة فلانة طاحت، فلانة عملت، فلان مثلا عمل كذا، فضيحة فلان، انظروا إلى فلان إيش عمل، تجدها تصل بالألوف ومئات الألوف والملايين. في المقابل الأشياء الطيبة، الأشياء الفاضلة، تجد كثير من الناس لا يميل إليها. هذا لأنه هناك مشكلة عند الإنسان يحتاج أن يهذب نفسه فيها. الفضائح ما منها إلا خراب البيوت والمشاكل. بعض الناس يحب ينقل هذه الأخبار، فلانة خربت حياتها كلها لأنه فلان تكلم عليها، ولا فلانة صورتها، ولا فلان نقل صورتها في الإنترنت، يمكن خربوا مستقبلها، آذوا هذه المرأة المسكينة. كثير من هذه المشكلات اللي يتكلموا فيها الناس لابد أن الإنسان ينتبه. اللي يفضح بنات الناس يعرف أنه ممكن هو ينفضح، ممكن بناته ينفضحوا، ممكن هو يدخل في هذه المشاكل. لابد أن نتعامل مع الناس كما نحب أن يتعامل الناس معنا. من أروع قصص الستر في حياة المعلم الأكبر صلى الله عليه وسلم أنه جاءت إليه امرأة تعترف على نفسها أنها زنت، فلما جاءت إليه أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سوى نفسه أنه ما سمعها. فجاءت إليه ثاني مرة أعرض عنها، جاءت له ثالث مرة أعرض عنها. كل هذا من أجل أن يسترها، وما كان يحب أن يسمع الفواحش ولا هذه الأخبار عليه الصلاة والسلام. فلما أصرت وكانت معها أبوها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل حملت؟ قالت نعم عندي حمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبوها خذ بنتك وأحسن إليها. يعني هنا مسألتين مهمة. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألها أنت زنيتي مع مين، مع أنه زنا ما يمكن أن يكون إلا بين اثنين، لكن كان يحب الستر فما سألها من الزاني. ثانيا خاف أنه أبوها يسيء إليها، قال له أحسن إليها، لأنه خاف أنه هذا عنده العروبة وعنده الشهامة أنه يروح يقتلها ويؤذيها أو يضربها. إلى هذه الدرجة الرحمة والشفقة وحب الستر عند النبي صلى الله عليه وسلم. راحت جاءت بعد ما ولدت فقال لها اذهبي حتى ترضعي. الشيء الغريب الثاني أنه ما حط عليها لا حارس ولا حبسها في سجن ولا حط عليها جاسوس ولا شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنها تروح. الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى ستره يعرف قيمة هذا الستر ولا يفضح نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافين إلا المجاهرين. من هذا المجاهر يا رسول الله؟ يقول إنسان أذنب بالليل فستره الله فيصبح فيقول فعلت كذا وكذا. يا أخي ربنا سترك، ليش تحب الفضايح؟ في بعض الناس يحب يجيب أخباره السيئة، يجي عند أصحابه عند البشكة والله فعلت كذا وسويت كذا ورحت عملت كذا وعاكست وسويت ونزلت ودخلت. يعني هذه مشكلة، أنه الإنسان حتى هو ما عاد يحب الستر حتى لنفسه. فالذي يجاهر هذا وهو يفضح نفسه
كيف يستحق الستر من الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما ينادي عبده: عبدي قم للحساب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيضع الله عليه كنفه فيستره. ما حد في يوم في المحشر كله يشوف، فالله تعالى يقول له: عبدي فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، لكن ما في أحد يدري عن هذا. من رحمته أنه حتى سترها حتى عن الناس حتى يوم القيامة. بعدها يقول: عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. هذا الذي يحب أن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه العطية، هيا بسم الله يستر الناس في هذه الدنيا.